نعم. طيب إذا نعود لمواصلة الحديث عن المباراة الرئيسة، هي مباراة الإنتر وبرشلونة. يقال بأن تعليمات المدرب إنزاغي كانت لاعبيه بالتسديد، الإكثار من تسديد من خارج منطقة الجزاء. يعني انا اعتقد عنوان هذا الشوط انه يكون كبرياء الانتر، يعني كبرياء الانتر عاد في مثل هذا الشوط. احنا شفنا انضباط تكتيكي عالي جدا لم يرى على الانتر من بدايه الموسم مع سيموني بالذات. امر طبيعي. حلوله الوحيده كانت هي في الهجمات المرتده، وشفنا كم محاوله لهاكان من بعيد من وسط الملعب من بدايه المباراه، وهاكان يتميز بالتسديد من اي مكان من الملعب، سواء خارج قريب عن من 18 او بعيد عن 18. ولكن كذلك انظر الى عدد الفرص الهائله اللي كانت حسب فيها، سواء كان من ناحيه الاوفسايد او حتى قطعت من المدافعين داخل خط ال 18. اعتمادها كليا على الهجمه المرتده كان رائع جدا، تكفيرا للمساحات، الارتداد السريع من لوتارو وكوريا يعني باريلا كذلك، يعني سبب ربكه في خطوط برشلونه الدفاعيه. نعم. هنا طبعا ياتي الهدف في الدقيقه الاولى من الوقت المضاف من هاكان. اكيد ياتي الهدف، يعني ولو كنا ننتظر الهدف من برشلونه، ولكن طريقه لعب الانتر اليوم يلعب على امكانيات ويلعب على يلعب واقعي، نقدر نقول واقعي، لانه اخطر الفرص كانت للفريق الانتر، اخطر الفرص في المباراه، حتى ولو كانت السيطره لبرشلونه، الكره لبرشلونه. دائما لاحظنا يعني كل ما تكون مرتدات، افتكاك الكره واللعب السريع في الهجمات السريعه كانت فيه خطوره، الكرات الطويله او الكرات المباشره او المرتدات او في المساحات دائما كانت خطوره الانتر. برشلونه مشكله ديمبلي ورافينا، لو غيروا لو عكسوا رافينا وديمبلي كان ممكن تكون خطوره اكثر. يعني كان الخوف على برشلونه من خط دفاعه، يبدو ان هجومه ايضا مقلق بدون حلول. تشافي بيعامل ديمبلي كانه ميسي. يعني ايه بقى؟ جمع وغير كل الفريق ووصل الكوره لديمبلي. طب خلاص الراجل مش ما عندوش المقدره انه يعدي 1 ضد 1 و1 ضد 3. سيرجي روبرتو الباك اللي ناحيته واقف ما بيسندوش، فكل الهجوم ناحيه ديمبلي، فعشان كده ما فيش خطوره بالنسبه ليفا خارج منطقه الجزاء، بيتحرك كتير اكتر من منطقه الجزاء، فاعتقد ان دي ما فيش حلول بالنسبه له. هذا التوقيت الهدف توقيت مهم بالنسبه للانتر اللي بيقدم مباراه كبيره فيها توازن كبير، فيها بعض الهجمات المرتده، فيها بعض التسديدات زي ما قال الكابتن ياسر، فاعتقد ان توقيت الهدف توقيت مهم. اللي عليه يتغير برشلونه، وخاصه من الناحيه الهجوميه، وايضا من حيث ايقاع الكره السريع ما بين الشمال واليمين. سنحاول ان نتحدث في ذلك اذا سمح لنا الوقت، لاننا طبعا نعرف ان الوقت يضغط في دوري الابطال والمباريات كثيره والاهداف كثيره، والانتر الذي عانى من عدم الحفاظ على التقدم في اخر مباراتين مع اودينيزي وروما عليه إثارة كبيرة خلال الأيام العشر القادمة. السبت 8 من أكتوبر الجاري في 7:30 مساء الكلاسيكو الألماني في البوندسليغا بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ. والأحد 16 من الشهر الجاري الكلاسيكو الإسباني كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة في 5:15 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. في نفس اليوم مباراة قمة الكرة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر سيتي في 6:30. وفي نفس اليوم في الساعة 9:45 باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا الكلاسيكو الفرنسي. الآن نعود للحديث بسرعة عن مباراة الإنتر وبرشلونة. ماذا سيفعل الإنتر ليحافظ على النتيجة في الشوط الثاني كابتن طارق؟ نكمل منظومة دفاعية جيدة اليوم، محاصرة كبيرة على الأطراف خصوصا على ديمبلي. دي ماركو قدم مباراة جيدة 45 دقيقة. نعم. أعتقد أنه خسر رافيني على الجهة اليسرى، رافيني أخطر لما يكون على الجهة اليمنى، مع المنتخب البرازيلي على الجهة اليمنى، ورجع ديمبلي على الجهة اليسرى. على الأقل ديمبلي يلقى منافس آخر، لأن دي ماركو اليوم محاصرة كبيرة على ديمبلي. الوحيد اللي حاول ديمبلي وبيدري في وسط الميدان كان جيد، جافي مش موجود، وهذه المنظومة الدفاعية بصراحة نجاح كبير. طيب. والمرتدات كانت خطيرة على فريق برشلونه. اعتقد طيب. لازم يغير. وماذا سيفعل برشلونه ليعود؟ برشلونه يجب عليه ان يتنازل تشافي عن يضع الحلول فقط في اقدام ديمبلي ورافينها، يجب عليه ان يوعز للاظهره اليمين واليسار كذلك الونسو وسيرجيو في المساهمه ودعم رافينها وديمبلي، لانه بالشكل هذا هو يسهل الرقابه على الانتر، على ديمبلي وعلى رافينها. نعم. انت ماذا تقول رفيق؟ لا اتفق مع الزملاء، وخاصة زيادة على كيسيه.
كيسي يعرف الدوري الايطالي، كيسي كان في الميلان يعني يعرف جيدا هذه المباريات. كيسي حل ويعطيك اضافه في وسط الميدان، ممكن تغيير يعني جافي بكيسي. والالعاب يعني عندما تلعب امام دفاع تقريبا يلعب بعدد 8 او 9 لاعبين يدافع لوراء ويلعب ب5 لاعبين، الاطراف هي مهمه، يعني الاطراف الحلول وكلمه السر عند ديمبيلي ورافينيا. لو رافينيا وديمبيلي يتحركوا وكيتعكسهم يكونوا افضل. كاتناتشو ايطالي اختصاصي الانتر من الستينات من ايام هيريرا، لكن كيف يمكن ان يفك الحصار المضروب على ليفاندوفسكي؟ فاتي احد الحلول، كيسيه في نص الملعب مكان جافي يساند بوسكيتس ويدي حريه اكتر لبدري، ممكن يقوم بالدور المميز لعمليه الربط ما بين الخط الوسط وخط الهجوم، وفاتي كاحد التغييرات ممكن مكان رافينيا. فدي الحلول المتاحه بالنسبه لتشافي. وايضا عمليه التوازن الدفاعي، لان الانتر هجماته المرتده خطيره، كوريا ومارتينيز الاثنين ثنائي خطير ضد اثنين كريستنسن وجارسيا. اعتقد ان الامور هتبقى الهجمات المرتده هتبقى اخطر، لان المساحات ممكن تبقى توجد في خط دفاع برشلونه. الانتر بمعنويات عاليه، هل يستطيع ان يتابع نفس النسق؟ اتوقع ذلك، لانهم بيلعبوا بروح كبيره وردة فعل بالنسبه لهم في اول 45 دقيقه بتقول ان اللعيبه دي عاوزه المدرب. فاعتقد السيناريو مميز، سيناريو الهدف المتاخر، الحفاظ على نفس النسق ونفس الانضباط والاعتماد على الكرات الثابته والهجمات المرتده.